هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما أرسلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 22 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول من حلقة اليوم لتناول الوضع في السودان، ونتطرق في الجزء الثاني إلى كتاب جديد وعنوان جديد في المكتبات العربية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تغلق معبر حجر الحمر الحدودي. رئيس جنوب السودان يعرض التوسط بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير والحرية. الموت يغيب الكاتب والاقتصادي الإريتري تكي بياني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر إذاعة إرنا بأن السلطات الإريترية منعت الشاحنات والتجار الإثيوبيين من المرور عبر محبر حجر الحمر الحدودي، ولم تعلن السلطات أسباب إغلاق المعبر الحدودي الوحيد بين إريتريا وإثيوبيا. وكانت إريتريا قد أغلقت من قبل وبدون إبداء الأسباب أيضا معبري سرحة زالمبسا وكساد عقا راما. وتفيد مصادر إذاعة إرنا بأن الأسباب التي تتوارد على ألسنة المسؤولين هي الرغبة في السيطرة على الوضع الأمني ومنع تهريب السلع والعملة. ويتزامن قفل المعبر الحدودي مع نقل وحدات كبيرة من الجيش الإريتري من مختلف الأقاليم إلى إقليم القاش بركة، وذلك منذ بداية الشهر الجاري. ولم تعرف حتى الآن أسباب تحريك هذه الوحدات نحو الحدود مع السودان، ولكن المراقبون يشيرون إلى أن ذلك مرتبط بتطورات الأوضاع في السودان. أعلن مكتب رئيس دولة جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي استعداد الرئيس سيلفا كير ميارديت للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم. وقال البيان بأن الرئيس يدعم التطلعات المشروعة للسودانيين في الانتقال السلمي للسلطة، وأنه على استعداد للتوسط وتذليل العقبات بين المجلس والمتحاورين المدنيين. وكانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت للمجلس العسكري خطتها للمرحلة الانتقالية، والتي تتكون فيها حكومة مدنية ومجلس سيادي انتقالي يرأس البلاد ويضم بعض العسكريين، ومجلس تشريعي يتكون من 120 شخصية مدنية، وذلك لإدارة المرحلة الانتقالية التي تستمر حسب الخطة إلى 4 سنوات، وتقدم في نهايتها قوانين الانتخابات، وتنتخب بموجبها حكومة مدنية لإدارة البلاد لحين الانتخابات التالية. من ناحية أخرى يصر المجلس العسكري من جانبه على أن يترأس فترة انتقالية مدتها 2 على أن تكون فيها حكومة مدنية وتسلم السلطة بعد ذلك للمدنيين. ولا زالت المشاورات جارية، بينما الحشود لا زالت تتمسك بالبقاء أمام القيادة العامة للجيش السوداني حتى تحقيق مطالب المتظاهرين. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج التعليق على الحدث. غيب الموت في العاصمة أسمرة في الأسبوع الماضي المناضل والكاتب والاقتصادي الإريتري تكي بياني عن عمر يناهز 78. والمناضل تكي بياني من أوائل الذين التحقوا بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وشغل بعد التحرير منصب محافظ بنك إريتريا المركزي وممثلها لدى صندوق النقد الدولي. وبسبب خلافات حول السياسات النقدية والاقتصادية قام الرئيس إسياس أفورقي بعزله من منصبه، وتفرغ بعدها للكتابة والترجمة، حيث ترجم الكتاب ذايع الصيت عالم صوفي، وهو أول محاولة معاصرة لترجمة الفلسفة الغربية إلى لغة التيغرينيا. وتعزي أسرة إذاعة إرنا الشعب الإريتري وأسرة المناضل تكي بياني في هذا الفقد الجلل. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. إريتريا تقفل معبر حجر الحمر الحدودي.
رئيس جنوب السودان يعرض التوسط بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. الموت يغيب الكاتب والاقتصادي الإريتري تكي بيانه. كانت هذه مستمعي ومستمعات الأفاضل نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي نرصد فيه أهم أحداث الأسبوع الماضي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي حلقة اليوم نتابع تطورات الأوضاع في السودان مع استمرار المشاورات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الفترة الانتقالية ومؤسساتها. ونقدم لكم في الجزء الأول مقالا للصحفي السوداني عثمان مرغني تحت عنوان السودان وتفكيك دولة الأخوان العميقة، وفيها يرصد آلية تفكيك دولة النظام السابق وآفاق المستقبل. أما في الجزء الثاني نقدم لكم عرض لكتاب جديد ومهم للكاتب السعودي تركي الدخيل، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. السودان تفكيك دولة الأخوان العميقة. عثمان مرغني عن الشرق الأوسط السعودية. ليس هناك أكثر من السودانيين خبرة فيما تعنيه دولة الإخوان. خبروها 30 عاما وعرفوا ما تعنيه من حيث الممارسة والتطبيق، لا الشعارات الفارقة. دفعوا ثمنا غاليا لكي يكتشفوا مخبر الحركة الإسلامية، وراقبوا كيف أنها تمكنت خلال 30 عاما من الحكم المتلون والشرس من بناء دولتها العميقة التي سيستغرق تفكيكها وقتا وجهدا وتبصرا. من السهل أن نفهم بهذه الخلفية لماذا يتريث السودانيون لمعرفة توجهات الانقلاب الذي جرى باسم ثورتهم، ولماذا تثار الكثير من الأسئلة حول الخطوات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل المجلس العسكري، وحول التأخير في الكثير من الإجراءات التي تستهدف تفكيك النظام السابق. وكما يقول المثل الشعبي أن من لدغته حية يخاف من الحب، والسودانيين لدغوا من الأخوان في انقلاب عام 1989 الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية، وخدع الناس بلعبة اذهب إلى القصر رئيسا وأذهب أنا إلى السجن حبيسا، التي بمقتضاها ذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب العميد وقتها عمر البشير إلى سدة الحكم رئيسا حليقا قبل أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة. هذه إذاعة إرينا. من مصلحة السودان بل المنطقة كلها أن يتمكن السودانيون من تفكيك دولة الإخوان العميقة ويكشفوا كل مفاصلها وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها والشركات الواجهة التي أقامتها والشباكة التي نشرتها في الداخل والخارج. فعلى مدى سنواتهم في الحكم استكمل مسؤولو الحركة الإسلاموية خططهم التي بدأوها منذ أيام العمل السري والعلني لبناء دولتهم الخفية، فاخترقوا المؤسسة العسكرية والشرطة وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخروه تماما لخدمة مصالحهم وحماية نظامهم، وحولوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب بممارسة التعذيب في بيوت الأشباح والمقار الرسمية. لم يكتفوا بذلك بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي والطلابي لتكون أجهزة بطش وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في إطار سياسات الإقصاء التي مارسوها، شهد السودان أكبر عمليات فصل تعسفي وإحالات للتقاعد في الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية تحت لافتة الصالح العام، حتى بلغ أعداد المتضررين
في عهد نظامهم قرابة 350 ألف شخص وفقا للجنة القومية للمفصولين، وفي موازاة ذلك وضعوا عناصرهم في مختلف المواقع والمناصب مقدمين الولاءات على الكفاءات ليكون الثمن انهيارا مريعا في الخدمة المدنية وترديا في العمل والخدمات. سياسة التمكين لم تقتصر على ذلك، بل امتدت للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وهكذا أنشأوا الشركات المملوكة لعناصرهم وباعوا لهم مؤسسات ومشاريع الدولة، بينما ضيقوا الخناق على رجال الأعمال الآخرين. كل ذلك سهل لانتشار فساد غير مسبوق استنزف موارد الدولة وهد اقتصادها وأفلسها إلى حد عجزت فيه المصارف عن توفير السيولة المادية. هذه إذاعة إرنا. لا زلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى مقال تحت عنوان السودان تفكيك دولة الأخوان العميقة للكاتب عثمان مرقني عن جريدة الشرق الأوسط السعودي. هذه الدولة العميقة التي بناها نظام الحركة الإسلاموية لديها شبكة مصالح واسعة تدافع عنها، وواهم من يعتقد أنها استسلمت وسلمت الحكم بهذه السهولة، فهناك الكثير من المؤشرات على أنها لا تزال ناشطة حتى اللحظة، واستمرار الغموض والبطء في قرارات المجلس العسكري الانتقالي وخطواته لملاحقة واعتقال قيادات النظام في وضع اليد على دور حزبه ومقار شركاته وميليشياته وفي ترتيب نقل السلطة لحكومة مدنية لا يثير التساؤلات ويغذي شكوك المتشككين فحسب، بل يساعد الذين يريدون تقويض الثورة. أمام هذا الوضع ليس مجديا أن يكتفي الناس بالشكوى من المجلس العسكري وبإثارة الشكوك حول بعض خطواته، بينما القوى السياسية والمهنية تتحرك أيضا ببطء غير مفهوم وغير مبرر، تاركة فراغا خطيرا. كان يفترض وفقا لكل الاستعدادات والترتيبات السابقة أن تكون قوى الحرية والتغيير جاهزة لعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يكون هناك توافق على الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات في الفترة الانتقالية، بحيث تعلن هذه الحكومة وكل الترتيبات الأخرى من دون إبطاء بعد إذاعة بيان تنحية البشير. فالتأخير الذي حدث بدأ محيرا للشارع، لا سيما أنه لم يكن مطلوبا من القوى السياسية أن تحصل على إشارة أو موافقة من المجلس العسكري لتقديم حكومتها الانتقالية. زمام المبادرة كان في يد قوى الحرية والتغيير المسنودة بالثورة الشعبية، وكان في مقدورها وضع كل ترتيباتها بما في ذلك تشكيل حكومة مدنية متفق عليها أمام المجلس العسكري الذي لم يكن سيعترض عليها أمام الشارع المعبأ والجماهير المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة. ولو كانت هذه القوة عجلت بإعلان خطواتها وسمت الحكومة الانتقالية لما كانت في حاجة إلى الطلب من المجلس إصدار قرارات وإجراء تعديلات في الجهاز القضائي وفي أجهزة الإعلام أو إصدار توجيهات إلى السلطة المالية أو التنفيذية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. التأخير عدا عن أنه يعزز سلطات المجلس العسكري الذي تطالب هذه القوى بأن يقلص ويضم إليه مدنيون بحيث يكون مجلس سيادة انتقالي، فإنه يتيح الفرصة للدولة العميقة لكي تكثف نشاطها الهادف إلى تقويض الثورة أملا في إعادة إنتاج نظامها. فكل متابع لما يدور في الساحة وفي مواقع التواصل الاجتماعي يلمس الكم الهائل من الشائعات والأخبار المدسوسة الرامية للتشويش وإضعاف تماسك القوى السياسية والمهنية والشعبية. والأمر لا يتعلق بماكينة الشائعات فقط، بل بكل مفاصل العمل في الدولة وفي الاقتصاد التي لا تزال إما في قبضة الدولة العميقة أو لديها القدرة على التأثير عليها. الوضع لا يحتمل البطء الذي نراه اليوم، فكل يوم يمر يستنزف من طاقات الثورة ويقوي من المتربصين بها. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى لتحليل للكاتب السوداني عثمان مرغني تحت عنوان
تفكيك دولة الإخوان العميقة، ونشر الموضوع في صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وفي الجزء الثاني من حلقتكم لهذا الأسبوع من برنامج تعليق على الحدث، نتابع معكم رصد لكتاب الكاتب السعودي تركي الدخيل، وهو تحت عنوان التسامح زينة الدين والدنيا. هذه إذاعة إرنا. للكاتب السعودي تركي الدخيل السفير السعودي لدى الإمارات العربية المتحدة يصدر التسامح زينة الدين والدنيا، الذي سيكون متوفرا في معرض جناح دار مدارك أبو ظبي الدولية للنشر، وذلك في معرض الكتاب في 24 من الشهر الجاري. والكتاب هو كما يقول المؤلف للطفل الصغير وللشاب وللأب، يساعد الصغار على طرح الأسئلة الصحيحة عن التسامح، ويساعدهم أيضا على رسم خريطة الجواب، ويقدم للكبار الفرصة لحكاية المواقف التي تجعل ذكر التسامح ضرورة واستدعاء نقيضه عظة. ولعل استحضار ذكريات الطريق إلى بلوغه يغني على الأجيال بأهميته وخطورة الكراهية والعنصرية والعداوة. واعتبر الكاتب تركي الدخيل أن التسامح يعالج الكثير من القبح في هذا العالم، فهو شقيق الحب والسعادة، ورفيق الالتزام بالفضائل والمثل، وركن الإيمان بالعيش المشترك، والدواء الذي يعالج ذاكرة الحروب والعنف والكراهية، ويقوي بالذكر المتكرر والممارسة الراشدة المبنية على إرث قوي. ولكن لا يمكن تأسيسه وترسيخه إلا بفعل الكتابة والتوثيق له والنقاش حول هذا المفهوم وأبعاده ونماذجه وسلوكياته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي معرض تناوله للذين ضحوا تاريخيا بحياتهم من أجل نشر الأفكار، يقول المؤلف أن موت مفكر من أجل فكرة لا يجعلها فكرة صحيحة بالضرورة، لكنه يلفت النظر إليها ويمنحها فرصة أكبر للانتشار. فليس من مهمة الكلمات الرفيعة والمواقف المؤثرة أن نتوقع أن تغير لنا حياتنا ومدركاتنا، ولكنها تدفعنا لتغيير وعينا ومراجعة تصوراتنا، ومنح أنفسنا فرصة أكبر لفهم الآخرين وإدراك ما نحن فيه وما غيرناه وإلى أين نسير. وقال في معرض الحديث عن الكتاب وتعرضه لأمراض العنصرية والتباغض: كلنا ضعفاء، كلنا هشون وميالون للخطأ، لذا دعونا نسامح بعضنا البعض ونتسامح مع بعضنا بعضا. وحدد تركي الدخيل عنصرين لنجاح التسامح: أولهما إرادة سياسية واضحة، وثانيهما فعالية مجتمعية ودينية لخدمته. هذا النجاح يضيق الخناق على التعصب والتشدد والعنصرية والكراهية، ويبشر عبر القوانين التي يتساوى الناس أمامها ومن خلال سيادتها بعهد يسع الجميع، فلكل إنسان الحق في اختياره، إلا فكيف يحاسب الله الخلق على ما أجبروا عليه ولم يختاروه. واعتبر الدخيل أن كتابه يوفر مادة مختصرة متنوعة تبين للقارئ العربي منابع متنوعة للتسامح، بعضها يأتي من تراثه والآخر من التجربة الإنسانية العريضة، وتبين له أن شجرة الفضيلة التي تحمل التسامح والحرية والخير والعدالة تعيش وتنتعش حينما ندعمها بسلوك وتفكير. وهذا الكتاب يشرح المفهوم ويبسطه معا. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث لعرض الكتاب الجديد للكاتب السعودي تركي الدخيل، والذي صدر مؤخرا تحت عنوان التسامح زينة الدنيا والدين. والكتاب سيكون متوفرا في معرض أبو ظبي في 24 من هذا الشهر.
وقبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تقفل معبر حجر الحمر الحدودي. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن السلطات الإريترية منعت الشاحنات والتجار الإثيوبيين من المرور عبر معبر حجر الحمر الحدودي، ولم تعلن السلطات أسباب إغلاق المعبر الحدودي الوحيد بين إريتريا وإثيوبيا. رئيس جنوب السودان يعرض التوسط بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير والحرية. أعلن مكتب رئيس دولة جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي استعداد الرئيس سيلفا كير ميارديت للتوسط بين المجلس الانتقالي وتجمع قوى الحرية والتغيير. وقال البيان بأن الرئيس يدعم التطلعات المشروعة للسودانيين في الانتقال السلمي للسلطة في الخرطوم، وأنه على استعداد للتوسط وتذليل العقبات بين المجلس والمتحاورين المدنيين. الموت يغيب الكاتب والاقتصادي الإريتري تكئي بياني. غيب الموت في العاصمة أسمرة في الأسبوع الماضي المناضل والكاتب والاقتصادي الإريتري تكئي بياني عن عمر يناهز 78. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الأخير مستمعي ومستمعات الأفاضل، لا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.